نظمت الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر حفل إنشاد ديني تحت عنوان في حب مصر، في إطار المساعي للقضاء على الفتنة الطائفية التي اشتعلت في الأيام الأخيرة، مؤكدين أن النظام السابق هو ما فعل هذا بين المسلمين والأقباط، وأنه لا يوجد فارق بين مسلم أو قبطي، بل الكل مصريين يرفعون راية مصر عالية. في خطوط حمراء معروفة ومحدش بيتكلم عنها في اي قناه، لكن انا لما اتكلمت في كذا قناه على الموضوع ده قلت الخطوط الحمراء معروفه بين الدين ده والدين ده، فاحنا نطلع نحب ربنا، كل واحد يحب ربنا زي ما بيحب ربنا، وبعدين نحب الارض الوطن بما عليه من كل اطياف، مسيحي، ارثوذكس، كاثوليك، بروتستانت، مسلم، سني، سلفي، شيعي، اي حد، لان ربنا سبحانه وتعالى جميل، والمحبه في قلوبنا كلنا لكل الناس. اصرخ بحرقه وصيحي اللي مات ابني وجريحي، اصرخ بحرقه وصيحي اللي مات ابني وجريحي، تفرق ايه مسلم مسيحي، دم احمد دم مينا. بدأت الحفل بإنشاد الترانيم والابتهالات الدينية الإسلامية والمسيحية التي حازت على إعجاب وتفاعل جميع الحضور، التي شارك بها المنشد الديني علي الهلباوي والمرنم ماهر فايز، تحت شعار ما أحلى أن نجتمع معا من أجل الدعاء لمصر، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من توترات وأزمات تحتاج هذه البلد إلى التكاتف، وأن يكون الجميع يد واحدة من أجل بناء مستقبل مصر. كنت بشوف الأخوة والمحبة اللي بينهم، فكرتني بالأيام الحلوة دي، أيام ما أقوم يا مصري يا مصري يا مصري، والدين لله والوطن للجميع. إنما دي حاجات جديدة علينا عشان الناس أصحاب النفوذ اللي عندهم الانفلونس ديت ينولوا أغراضهم من خلال الفتنة بين ده عنصري الأمة، لكن الأمة عمرها ما كان عنصرين، ولا زي ما كان بيقول الله مسيه بالخير جناحي، عمرها ما كانت كده، هي جناح واحد وبلد واحدة وحياة واحدة ومركب واحدة ومصير واحد. من لنا أقرب منك ليس لنا سواك، وحين يخشع قلبي لذكرك اطلبني يمناك. الحفل شارك فيها نخبة من الشخصيات السياسية والدينية، أبرزهم مصطفى النجار عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر، والقس صفوة البياض وإمام مسجد الأرقم، كما تواجد عدد من الممثلين عن حزبي النور والحرية والعدالة. الإنشاد الديني بين المسيحيين والمسلمين دليل رائع على إن احنا كلنا بندفي بعض، ولما بنقول لفظ الجلالة الله ما بيفرقش بين مسلم ومسيحي، لما بنقول لفظ الجلالة الله هو اللفظ الوحيد اللي يقدر يجمع شعب مصر كله في حب مصر. سعت الكنيسة الإنجيلية للتقليل من حالات الاحتقان الطائفي بتنظيمها العديد من الحفلات الإنشادية والغذائية التي تجمع بين الأقباط والمسلمين، لإتاحة الفرصة للمصريين للتعرف على بعضهم البعض، وأن أهداف هذه الحفلات هي الجمع بين المصريين بغض النظر عن طوائفهم. ارمي حزنك كله فينا، كفني بصبرك شهيدك، وامسحي دمع المدينة. إنه في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد ما أجمل أن نجتمع للدعاء والإنشاد الديني تحت شعار في حب مصر. محمد منير 25.